عسلامة ومرحبا بكم في قناة تونسية في إسبانيا كويزين أم محمد. نبدأ كالعادة من الأول الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رجعت لكم بوصفة جديدة. وصفتنا لليوم نستحقها ياسر في رمضان ولا حتى في سائر الأيام، أما احنا كتوانسة نستحقها برشا في رمضان نستعمله. مش نعمله مع بعضنا. هريسة اللوز تجيكم بطريقة احترافية وتقريبا كيف اللي نشريوها من عند الحوانت. أول حاجة هنا عندي 500 جرام ولا رطل سميد 5 يسي ولا متوسط، السميد اللي نعملو بيه المقروض، وحطيت عليه 150 جرام سكر عادي حبيبات، نخلطهم مع بعضهم. هنا بدلت البول الأولى حسيتها صغيرة شوية. وهنا عندنا 100 مليلتر ولا 100 جرام من المادة الدهنية. تنجموا تستعملوا زبدة بركة، تنجموا تستعملوا زيت نباتي بركة، وتنجموا تستعملوا زبدة وزيت، وتنجموا تستعملوا اسمن. لكم حرية الاختيار، واستعملوا الحاجة اللي تحبوها واللي تحبذوها في الطعم واللي متوفر عندكم زادة في الدار. بالنسبة لي أنا للأمانة استعملت 50 جرام زبدة ذوبتها، و50 مليلتر من الزيت النباتي، خلطهم الاثنين مع بعضهم وهنا حطيتهم فوق السميد والسكر. هنا مهم ياسر ان نبثوا ولا نبثوا كعبات السميد الكل، كل حبة متاع سميد توصل لها المادة الدهنية، نخلطوهم مليح المليح. وكما قلت لكم نتأكدوا انها كل حبة من السميد وصلت لها المادة الدهنية، ونزيدوا ان نحطوا عليهم زوز مغارف متاع اكل من ماء الزهر، نخلطوهم مع بعضهم مليح، وبعدك نغطيوهم ببلاستيك غذائي ونخليهم يرتاحوا اقل حاجة 4 سوايع. تنجموا حتى تخليوهم ليلة كاملة في الفريجيدير ما يقلقش، ولا توا الدنيا باردة ما يقرصش السميد إنا نخليوه لبرا. كما قلت لكم تنجموا ترتحوها أبارتير من 4 سوايع ليلة كاملة، يعني بعد ب4 سوايع تنجموا تخدموا بها عادي. هنا أنا للأمانة رتحتها تقريبا 7 سوايع. بعداكش شوفوا ما شاء الله كيفاش السميد الكل مبسس. كما قلت لكم من الاول مهم ياسر، هذه حاجه مهمه ياسر في نجاح الوصفه. بعداكش خديت البول متاع العجانه، حطيت فيها هذيك كميه السميد اللي سبق وبسسناه بالزبده والزيت، وحطينا فيه السكر. في المرحلة هذه تنجموا تضيفوا اللوز، الكاكاوية، أي نوع متاع فاكهة أنتم تحبوه. هي هريسة اللوز يعني اوتوماتيكمون باش نزيدوا لوز، ولا تنجموا اللي مش متوفر عندها لوز وتحبوها تكون اقتصادية تستعملوا كاكاوية وتحطوا روح اللوز. أنا ضفت عليها هنا 100 جرام لوز مرحي، وزدت حطيت عليها قطرتين من روح اللوز باش نعزز النكهة أكثر، وحطيت 120 مليلتر من ماء الزهر. ونجموا نستحقوا أكثر على خاطر فما نوعية سميد كيما اللي استعملتها تشرب ياسر. أتو بعدكش نوريكم كيفاش القوام متاع هريسة اللوز يلزمها تكون باش نحطوها التيب. هنا نقعدوا نخلطوها بهذيك الكام تاع الصابلي، نخلطوها مليح 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 حتىش لين هذاك السكر يولي يتعسل. شوفوا القوام نتاعها كيفاش يكون. هنا صاي ما عادش نزيدوها ما زهر. وانا في الوصفه هذه استعملت الكل في الكل اخذت لي 150 مليلتر مش 120 مليلتر، 150 خاطر كما قلت لكم من الاول السميد اللي عندي يشرب برشا. هنا خديت البيريكس ولا البلاتو اللي باش نطيبوا فيه هريسه اللوز، يلزم يكون مدهون مليح بالزبده كيف ما تشوفوا. ونحطوا هذيك العجينه نتاعنا من غير ما نرتحوها، المره هذه ما نرتحوهاش ديريكت نخدموها ونحطوها في البلاتو ولا في القالب اللي باش نطيبوها بيه، وناخذوا قفايه متاع المغرفه ولا سباتول ولا اللي عندكم، ويلزمنا هذاك الوجه متاعها نليسيوه بالكدا. بعد ما ليسينا الوجه تويكا ناخذوا سكينه، تويكا رانا كيفاش يقولوه باش نرشمو باش نتراسيو بركه، ماناش باش نقصوا حتىش للقاع باهي، جوست باش نرشمو بركه المكعبات ولا المربعات اللي من بعد باش نقصهم. وبعدك هنا خديت عندي كعبات لوز ابيض، شديت رشقتهم في كل ترونش، وبطبيعه الحال الفور يسخن ندخلوه على فرن مسخن مسبقا على 200 درجه. بعد ما تبقى 10 دقائق الاولانيين نهبطوها ل 170 درجه، وتبقى ما بين 40 و 45 دقيقة حتىش لين نشوفوها من اللول من تحت سامحوني ولا جناب تحمرت يعني طابت. ونحمروها آخر 5 دقائق وصايه هريسة اللوز نتاعنا تكون حاضرة. هريسة اللوز دخلتها تيبو تويكا باش نحضروا لها الشحور نتاعها. الشحور يلزم يكون خفيف كيف ما شفتوني، عملت 350 جرام سكر عادي حبيبات، وباش نضيف عليه
800 مليلتر ماء، وحطيت عليه 2 طرونشات قارص، وبعدكش نحركو شوية هذاك السكر ونحطوها على نار متوسطة، وكي يبدا هو يوصل لدرجة الغليان نحسبوا له 12 دقيقة ونطفيو عليه، يعني نبداو نحسبوا من بعد ما يولي يغلي بالطريقة هذيا، مش دوبا ما يعمل هكا شوية فقاعات ونقولوا سي يغلي. تويكا طابت هريسة اللوز متاعي، راهو الضو ظالمها، ولكن هي في الحقيقة ما شاء الله محمرة ما هيش بيضة، يلزمها تكون سخونة هي مازلنا كي خرجناها، والشحور متاعها يكون دافي. راهو التعسيل ولا التشحير من تاع هريسة اللوز هو سر من أسرار نجاحها. يعني تنجم تكون المراحل الكل عملتهم بالكدا، وبعدكش وقت اللي تجي باش تشحريها ولا تعملي لها العسل تغلطي في حاجة تفشل معاك الوصفة، هاني قلت لكم من طو، ونصبروا عليها نخليوها تشرب في عقل عقلها، يعني نبقاو نسقيو فيها بشوي بشوي. صايي بعد ما سقيتها وخليتها الحق ارتاحت ليلة كاملة في الفريجيدير باش كليناها، وطويكا شوفوها بسم الله ما شاء الله تتحصلوا على أبن وأنجح وصفة هريسة لوز، وتبعوا المارسيوس الكل باش تنجحوا فيها. صايي تويكا وصلنا لآخر الفيديو، ما بقى لي باش نقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.